السلام عليكم. اليوم جيت بقصة جديدة ديال الأخت فاطمة. كتعاود كانت صغيرة، كانت عايشة مع والديها. واحد النهارات ماتو ليها هادوك الوالدين اللي كانوا حنان فيها ومقدرينها وعايشين بالحضن ديال الوالدين ديالهم. واحد النهار ماتو، هي اللي كانت مع الوالدين ديالها، هي بوحدها، بقات راسها ديك الساعة بقات بوحدها. مشات عند الخال ديالها اللي هو اللي حضنها وكبرها في دارو وقراها مزيان حتى وصلت النيفوات اللي بغات وقرات مزيان. المهم هذيك البنت قرات مزيان حتى وصلت البكالوريا. من هنا مسكينة غادي يبداو المعاناة ديالها تألمت بزاف. المهم هي كانت تمشي للمدرسة عادي بحال اي بنت، تتمشي تتقرا كترجع. المهم هي المدرسة بعيدة عليها واحد شوية، تقريبا شي 30 دقيقة ديال الطريق، كتمشي على رجليها حتى كيتلقى بها واحد السيد اللي ديما تابعها وكيلاحظ فيها واحد النظرات اللي خايبة تتبعها في الطريق. المهم واحد النهارات اللي كانت غادية للمدرسة ووقفها وقال لها راني بغيت ندوي معاك. هي تجاهلات، قالت ليه انا راه بنت محجبة وكنقرا القرآن في دارنا. يعني هي ما كانش عندها واحد النظرة ديال ديك الساعة ديال باش تصاحب مع شي دري ولا دير معاه شي علاقة ولا تهضر مع اي دري قبل الزواج. صافي ديك الوقيته نخلعتو ومشى. من بعد هو بقات يأصر عليها وتتبعها ديما في الطريق حتى لواحد النهارات اللي مشى سول عليها ومشى عند خالها وقال لي راني بغيت ديك السيدة باش يتزوج بها. ديك الساعات الخال ديالي عطاه النمرة ديالي بحكم باش يدوي معايا ويقول لي اشنو كاين. من بعد سيمانة اتصل بيا قال لي واش نتي فلانة، قلت لي ايه انا، ويقول لي انا راه ما بغيتش نتفلا وانا بغيتك بالحلال وبغيت نتزوج بك. هو اصر عليا ديك الساعات وقال لي انا راه بغيت المعقول وبغيت نتزوج. انا ديك الساعه ما كنتش دايره شي فكره ديال الزواج فراشي. هو دخل لي ديك الفكره ديال الزواج فراسي بزز. منين كيجي واحد السيد وتيبقى يأثر عليك واحد الهضره اليوم غدا اليوم غدا كتولي هذيك الهضره كتدخل في راسك بزز. المهم انا ديك الساعات من اصر عليا ديك الهضره قلت نشوفو ونعرفو كيف داير باش انا نشوف داك الانسان اللي بغيت نتزوج به. صافي الغد ليه تلاقينا لواحد البلاصه قريبه للمدرسه. المهم دوينا، هو قال لي انا بغيت نتزوج بيك ومني شفتك عجبتيني. انا ديك الساعات بحكم كاز غير نضر خالي من ماتوا والديا كيكون واحد الصداع، حيت هذيك ماشي دار الوالدين. كنقول غير نتزوج ونحيد من هذيك البلاصه اللي فيها دوك الناس، يعني كنبان غريبه معاهم. صافي هو دازت مده ديال السيمانه وجاب والديه للدار ديال خالي وحطني امام الامر الواقع. بصح نيت جاب والديه للدار ودخل لي ديك الفكره ديال الزواج لراسي. صافي اتفقنا على كل شيء. من بعد شهر جا
وزرنا واحد النهار اللي فيه دريب الصداق والخطوبة، يعني كلشي داز مزروب، داز دغيا، وأنا أصلا مكنتش عارفة داك النهار أشنو ندير فيه، ما معايا لا والديا لا حتى شي حاجة. المهم داك الشهر دوزنا فيه كلشي خطبة وعقد وكلشي، دقة وحدة كلشي دوزناه. من بعد واش غادي نعرف بلي أنا ساكنة في المزينة، يعني ملي كنت صغيرة وأنا غير في المزينة، بأنني عرفت بلي هو راه غادي يسكنني غير في العروبية. صافي تحدد داك الأمر الواقع، ما عندي ما نقول ديك الساعات. أصلا هو ما قالش ليا من الأول، ما قالش ليا بلي راه غادي يدينا للعروبية ولا فين غادي يسكنني. أنا ديك الساعات ما سولتو، ما سولناه ما حتى شي حاجة، يعني كلشي داز مزروب بالزربة. صافي ديك الساعات مشيت معاه للعروبية، من بعد ما دوزت الخطوبة والعقد كي قلت لكم في نهار واحد. صافي نهار الأول داز مزيان، النهار الثاني، شهر، كلشي هو هداك، ما حكم أنا ساكنة مع والديه وكاينة واحد ختو كبر مني أنا. من بعد وليت عارفة بلي هو أصلا ماشي ما تيكونش في المغرب، يعني هو خدام في فرنسا وما تيجي لا مرة. أنا ديك الساعات صدمت وما عرفت ما نقول، زربت ما بحكم الوالدين اللي كاين، ما كاينيش والديا باش يسولو داك السيد وين ساكن ولا واش خدام ولا فين خدام. أنا بحكم في الأول ما سولتوش حتى فاش خدام ما سولتوش. صافي ديك الساعات ما عندي ما نقول، صافي بقى معايا غير شي شهور قلال ومشى. صافي بقينا كندويو في التليفون عادي بحال أي مرا وراجلها، هو تيقول بلي راه مني ليا كاينين والديه في الدار. من بعد ولا صداع والمشاكل في دارهم مع الأخت ديالو اللي كبر مني بلا شقا وكيتعندو معايا على شي حاجة بسيطة. طرا واحد النهار صافي داك الصبر اللي صبرتو ولا تيبان ليا كتر من الجهد ديالي. قررت باش نجمع حوايجي ونرجع لدار خالي. من بعد انا صونيت ليه قلت ليه اش كاين واش وجا ديك الساعات قلت ليه عافاك كيطلقني خليني نمشي لدار خالي، حيتني باقي صغيرة نقرا ونكمل قرايتي وهو ما بغاش. صافي ولا داك المشكل يقدر يحلو هو، قال لي صافي نقدر انا نكري لك في المدينة باش تهني مع راساتك وتعيشي راسك بلا ما يقول لك حتى شي واحد شي حاجة. صافي مشيت للدار اللي في المدينة، ولا معاناة اخرين. يعني وليت كنقول يا ريت كون بقيت هي في العروبية، ولا كيسد عليا يعني. هو ديك الساعات في الاول بقى معايا تقريبا شي 3 شهور، ديال 3 شهور كلها دازت عليا غير بالدار، يعني تيسد عليا ما يخلينيش نخرج، وإلا كاع خرجني تقريبا واحد النهار اللي خرجت معاه قال لي نخرجوا، يعني وندمت بزاف صراحة. يعني واحد السيد اللي مشكوك في راسو بزاف، يعني واحد النهار اللي خرجنا وكيسبني وعايرني، يعني هداك السيد انا ما عرفتش من الاول دايره هكاك. هداك السيد بحال انا كان بالي كان طير ولا ما فهمتش. هديك الساعات انا كرهت حياتي، انا وليت نقول ليه عافاك عود خليني نخرج لراسي. حتى لواحد النهار لي جدو كسوار تاع الدار ولحهم عليا حتى كنتفاجئ. واحد النهار اللي انا حاملة تصدمت في راسي، ما كنتش عارفة ديك الساعات انا واش حاملة، واش نحمل مع هاد الانسان اللي مكرهك في حياتك.